الا دخلتي دوز الامتحان ولقيتيهم عاطينك ورقه بيضاء خاويه ما فيهاش الاسئله، شنو غادي دير؟ هادشي اللي طرا مع 8 ديال الناس اللي مشاو يدوزوا واحد لونتروتيان في واحد الشركه كبيره بزاف. البلاصه ما كانتش عاديه بحال كاع لي زونتروتيان، بيرو كبير ومظلم عامر كاميرات. فاش دخلوا وجلسوا في بلايصهم دخل عندهم واحد السيكوريتي عنده السلاح باين بالعاني باش يشوفوا ويخافوا. من بعد دخل عندهم واحد خونا ما كيلحقش، ما قال لهم لا سميتو لا والو، نيشان قال لهم راه ما قبلناكم دوزوا معنا اليوم حتى فليناكم مزيان، واللي غادي ينجح فيكم صافي غناه الله في هذه الخدمه. وبدا كيشرح لهم واحد القواعد غراب شويه، قال لهم باللي القوانين العاديه اللي كاينين في المجتمع ما كيسراوش عليكم حدكم في هذا البيت معانا، وكاينين 3 القواعد فقط خاصكم تردوا معاهم بالبال مزيان. ممنوع عليكم تماما تهضروا مع داك السيكوريتي لاي سبب كان، وممنوع تخسروا ولا تشرقوا ديك الورقه ديال الامتحان، وايضا ممنوع تخرجوا من داك البيت لاي سبب كان. الا درتوا حاجه وحده من هذا الشيء فباي باي يا معلم، غادي تكون تقصيتي. الامتحان غادي يكون سؤال واحد والمده ديالو 80 دقيقه، طلق التايمر وخرج في حاله. فاش بداو المتسابقين كيقلبوا في الورق اللي عندهم باش يعرفوا شنو هو السؤال، كيتفاجئوا بلي الوراق خاويين ما فيهم والو. شي بدا كيشوف شي، حتى واحد ما فاهم شي حاجه. الوقت كيدوز وبداو كيتوتروا. وحده فيهم قالت لي كما بغاوني نكتب لهم على الاسباب اللي يخلي الشركه تقبلني معاها، ومع بدات كتكتب في الورقه في البلاصه جات السيكوريتي وجرها خرجها، والسبب انها ملي كتبت في الورقه راها كتعتبر وسخاتها بالستيلو، وهنا كتكون خالفت القاعده رقم 2. المتسابق رقم 5 فكر ان القاعده كتقول ما خصهمش يهضروا مع السيكوريتي، يعني ما قالش بلي ما خصهمش يهضروا بيناتهم، وهو يقولها للاخرين اللي معاه، وقال لهم بلي خاص يتعاونوا مع بعضياتهم باش يقدروا يعرفوا غير شنو هو السؤال بعدا. تما كلشي بدا كيقول الفكره ديالو كيتشاوروا بيناتهم، الا واحد خونا فيهم ما كانش كيهضر نهائيا وغير كيشوف فيهم. خونا الاول ناض وقف وقال لهم بلي ما قالش لنا شي قاعده كتمنعنا نوقفوا، وبالفعل السيكوريتي ما قال والو، دونك عنده الحق. وحده فيهم فكرت ان السؤال يقدر يكون مكتوب بشي ستيلو ما كيبانش. كلشي عجبته الفكره ديالها وقالوا تقدر تكون بصح. ناضت ومشات للبوره اللي كاينه تما، حطات عليها الورقه باش يبان ليها السؤال، ولكن والو باقا الورقه خاويه. شويه قالت لهم بلاتي ياك ما يكونوا كاتبينها غير في الورقه ديال واحد فينا ماشي عندنا كلنا. وناضوا واحد بالواحد كيحطوا الورقه على البوره، الا داك خونا اللي ساكت ما ناضش وغير كيشوف. جاو خداو ليه الورقه ديالو ولكن حتى هي ما فيها والو. واحد فيهم قال لهم بلاتي ياك ما الضوء العادي ما كيبينش وخاصنا الاشعه فوق البنفسجيه. بداو كيقلبوا على الضوء ديال الطوارئ هو اللي كيكون فيها الضوء اللي محتاجين. الزهره فكرت انهم خاصهم يهرسوا كاع البولات اللي كاينين تما عاد باش غادي يشعل داك الضوء ديال الطوارئ. وحدين فيهم خافوا وقالوا لا خويا ما نقدروش نغامروا نهرسوا داكشي اللي تما. وباش يحلوا هذه المشكله قالوا غادي نصوتوا، الا كانوا الاغلبيه باغيين غادي نهرسوا. وداكشي اللي كان هزوا الكراسه وبداو كيهرسوا البولات اللي كاينين في داك البيت كاملين، وهو يشعل الضوء الزرق اللي كانوا باغيين. تما كلشي هز ورقته وبدا كيقلب مع داك الضوء واش تبان شي حاجه، ولكن للاسف حتى حاجه ما بانت عاوتاني. الوقت كيدوز وبقات لهم غير 60 دقيقه. واحد فيهم هز الورقه ديال ديك ختنا اللي تقصات في الاول وقال لهم بما انها تقصات دونك نقدروا نديروا اي حاجه في الورقه ديالها. في الاول هز ستيلو بدا كيخربق في الورقه ديالها وشي حاجه ما بان. شويه قطعها وشد واحد الطرف وتبول عليه باش يعرف واش داك السؤال يقدر يبان فاش كتفزق الورقه. ساعه والو شي حاجه ما بانش، غير خنز لهم البيت وصافي. القضيه بدات كتسخن وتا واحد ما قادر يفكر في شي حل. وحده فيهم مشات عند السيكوريتي وخشات يدها في جيبو وجبدات البريكه، قالت لهم اش بان لكم نشعلوا العافيه حدا الطفايه ديال الحريق باش تطلق الماء. على الله داك الماء يبين لينا شي حاجه. طلعت فوق الطابله وشعلت البريكه ولكن ما وصلاتش لديك الطفايه. هو يعطيها داك الزعر واحد الورقه مطويه باش تشعلها وتوصل. شعلاتها وبالفعل الخطه نجحات والماء بدا كيهبط عليها. وفي ديك اللحظه تحرك السيكوريتي وجا قاص ديك ختنا. فاش حلات ديك الورقه اللي شعلات بها العافيه لقاتها ديالها. تما عرفات بلي خونا الزعر قولبها باش يجريو عليها. خرجها السيكوريتي برا وهي غدا وكتعاير. فاش العزيوه شاف داك الشيء دار في الزعر وكان غادي يدابز ما حيت غدار. من بعد داك الزعر مشى عند خونا اللي ما كيهضرش وقال له يا اما تقطع الورقه ديالك دابا ولا غادي نضربك. وبالخوف المسكين شد الورقه وكلاها كاع. في البلاصه جا ليه السيكوريتي وخرجوا حتى هو. دابا بقاو غير 5 المتسابقين. كلشي دار في الزعر على داكشي اللي دار، ولكن قال لهم بلي خاصهم يشكروه حيت دار معاهم مزيان وقص عليهم بنادم. وقبل ما يكمل هضرته ناض العزيوه خشى ليه واحد الكروشي معتبر جابو دوده، هزوه وربطوه مع الكرسي حيت عرفوا غدار وما يتيقوش فيه. ملي فاق من القلبه بدا كيغوت وكيقول لهم عطيوني الدواء ديالي حيت مريض ولا ما شربوش يقدر يموت. قلبوا ليه جيابو باش يجبدوا الدواء وما لقاو والو. تما قال لهم راه غادي يكون شي واحد فيكم سرقوا ليه. كلشي قال بلي راه غير كيكذب باش يطلقوه، ولكن بصح بدا كيترعد وكيفقد الوعي. تما فحال تيقوه وبداو كيقلبوا بعضياتهم باش يعرفوا شكون اللي سرق الدواء. هاد ختنا شكات بلي الهندي هو اللي خداه، وبالفعل لقاتهم ملصقوا بالمسكه تحت الطاوله ديالو ومع غادي تعطيه لخونا المريض. هو يجي الهندي ضرب ليها يديها حتى طارت الحبه ودخلت في القادوس. ديك ختنا بقى فيها المريض ومشات عند الكاميرا كتقول لهم يعتقوا راه غادي يموت، ولكن هنا خالفت القاعده ديال انها ما خصهاش تهضر معاهم وما يخرجوها حتى هي. الزعره اللي بقات معاهم حيدات مقبط من شعرها وجبدات بيه ديك الحبه من القادوس عطاتها لذاك خونا اللي مريض وطلقاتو. فاش فاق قال لهم بلي راه ما كاين لا سؤال لا والو. كيبان ليه هاد الشركه دارت لهم تحدي واللي غادي يبقى فيهم من الاخر هو اللي غادي يكون رابح. ومع سالا هضرته غفلهم ومشى كيجري عند السيكوريتي باش ياخذ ليه الفردي. وملي بغى يتيري بيه اكتشف ان داك الفردي كيخدم بالبصمه ديال السيكوريتي، ماشي اي واحد يقدر يضرب به. ناض مشى عند السيكوريتي وهز ليه يدو باش يدير البصمه في الفردي، وحيت ما هضرش معاه دوك راه ما خالفش القانون. نيش على الاخرين وقال لهم يخرجوا كاملين والا غادي يقتلهم. الهندي مرعود خرج هو الاول خايف على راسه، وحتى الزهره ما لقات ما دير وهي تمشي قاصده الباب حتى هي. ولكن قبل ما تخرج غوتات وقالت الضوا ويطفاو حيت كتقدر تتحكم بهم غير
بالصوت، ولا الظلام حتى حاجه ما كتبان. والعزيوه عجبو الحال حيت ما بقاش كيبان كاع. الزهر تلف وبدا كيتيري في كاع الاتجاهات، وملي شعلو الضوء بان ليه العزيوه مسكين مجبد في الارض جات فيه قرطاسه. الزهر فرح حيت يحسب ليه راسو ربح، ولكن فاش دور وجهه الباب لقى الزهره حتى هي مطاوره عليه. دارت راسها خرجت ولكن خلات غير رجلها لداخل. والوقت سالا، خونا تعصب ومشى للكاميرا كيغوت عليهم وكيقول لهم بلي هو اللي يستاهل اللي يربح، وما حس براسو حتى وقف عليه السيكوريتي بحال قباط الروح. وراه المكانه اللي في يدو وقال له بلي الامتحان باقي ما سالاش. وملي هضرتي مع الكاميرات دونك باي باي عشيري تقصيتي. ودابا كتكون الزهره هي اللي ربحات حيت بوحده اللي بقات. وهذا القالب كان داروا ليهم داك خونا اللي كان معاهم غير ساكت، مشى بدل في التايمر ونقص الوقت. وباش تكمل المفاجاه كتعرف بلي داك خونا نيت راه هو رئيس ديال الشركه، كان غير داير راسو متسابق معاهم بالعاني.